هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 15 من يناير. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج متابعات الأسبوعي الحلقة الثانية من اللقاء الذي أجراه مع الأستاذ زين العابدين شوكاي. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مقتل مهاجرين إريتريين 2 في طرابلس. إثيوبيا تطلب من جنوب أفريقيا التدخل في أزمة سد النهضة. مقتل 3 معلمين بهجوم لحركة الشباب المجاهدين في شرق كينيا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأن شابين إريتريين 2 قتلا في إطلاق نار في مدينة طرابلس في ليبيا في 9 من الشهر الجاري، ولم يعطي بيان المنظمة تفاصيل أكثر حول الحادث أو مرتكبيه. وكان مهاجرين قد قالوا بأن الشابين تم إطلاق النار عليهما بواسطة إحدى المجموعات المسلحة، بينما قالت مجموعة أخرى بأنهما لقيا مصرعهما أثناء تبادل لإطلاق النار بين مسلحين. وحتى ساعتي إذاعة هذا الخبر لم تتضح ملابسات مقتل الشابين. الجدير بالذكر بأن الشابين هم من المقيمين في معسكر مفوضية اللاجئين في المدينة، والذي يضم حوالي 4000 لاجئ من عدة جنسيات. ويعاني المهاجرون الأفارقة ومن ضمنهم مئات الإريتريين من ظروف إنسانية قاسية جراء اندلاع مواجهات مسلحة بين فصائل ليبية متقاتلة. ذكر موقع فوكس نيوز الإخباري بأن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد طلب من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا التدخل في حل الخلاف بين بلاده ومصر حول سد النهضة. وجاء الطلب الإثيوبي على خلفية زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لجنوب أفريقيا، ولأن جنوب أفريقيا ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في الدورة المقبلة خلفا لمصر. وصرح أبي أحمد في مؤتمر صحفي في بريتوريا العاصمة السياسية لجنوب أفريقيا، نظرا لأن رامافوزا صديق حميم لكل من إثيوبيا ومصر، وأيضا بوصفه الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي، فيمكنه إجراء محادثات بين الطرفين لحل القضية بشكل سلمي. وعلى نفس الصعيد، كانت مصر قد طلبت تدخل كل من الولايات المتحدة والبنك الدولي في وقت سابق لحل الأزمة بينها وبين إثيوبيا حول السد. أفادت وكالات الأنباء نقلا عن الشرطة الكينية بأن مسلحين من حركة الشباب المجاهدين الصومالية قتلوا 3 معلمين في هجوم مسلح شرقي كينيا يوم الاثنين الماضي. وقالت الشرطة الكينية أن المسلحين هاجموا مركز كاموث في مقاطعة غاريسا، وضرموا النار في مركز للشرطة، وحاولوا تدمير برج للاتصالات وفقا لتقرير الشرطة الذي اطلعت عليه وكالة الأسوشيتد بريس. وذكر التقرير بأن 3 مدرسين قتلوا واختطف آخر، فيما ترك المسلحون ممرضة. وكان آخر هجوم لحركة الشباب على شرق كينيا قد تم في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني مباشرة، حيث هاجم مسلحون القاعدة الأمريكية هناك وقتلوا 3 أمريكيين، أحدهم جندي تابع لقوات المارينز. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل هذه نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مقتل مهاجرين إريتريين 2 في طرابلس. إثيوبيا تطلب من جنوب أفريقيا التدخل في أزمة سد النهضة بينها وبين القاهرة. مقتل 3 معلمين بهجوم لحركة الشباب المجاهدين في شرق كينيا. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سادتي أينما كنتم في إذاعتكم إذاعة إرينا الدولية من باريس. وهذه الحلقة سادتي من هذا البرنامج هي إلحاقا بما بدأناه من حديث مع أستاذنا العزيز زين العابدين شوكاي، ناشط وأكاديمي من السويد. وموضوع الحلقة كما نوهنا سابقا هو حوار حول الورقة التي قدمها لتحفيز ما يتعلق بتحفيز الشباب على العمل الوطني الإريتري، كانت في إطار فعاليات وأنشطة فرع المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي بالسويد. أستاذنا العزيز، مرحب بك الزين شوكاي. هذه إذاعة إرينا. يا مرحبا أستاذ أحمد، وأنا سعيد جدا بالعودة إلى اللقاء. ارفع علينا صوتك شوية أستاذ زين العابدين. نعم، أنا سعيد جدا باللقاء بك مرة أخرى أستاذي العزيز. مرحب بك. توقفنا سيد الكريم في الخلاوة والمسيد بمدينة كرن، وذكرت عدد من الشيوخ الذين تعلمت على يديهم وإشرافهم القرآن الكريم، ثم ماذا بعد ذلك حبيبنا الزين؟ نعم، طبعا الوالد الله يرحمه كان من طموحاته أنه يكون أحد أبنائه من الشيوخ، يعني يتخصص في العلوم الدينية الإسلامية. نعم. ولذلك كان مصر أنه أنا هو هذا الشخص، يعني ذاك الفتى، يعني نعم، ذاك الشيخ بالضبط. نعم، ذاك الشيخ يعني اللي هو يعني زي ما يقولوا السودانيين منمر عليه، يعني نعم. ولدي ده حيطلع كيف وكذا. وهو طبعا في الأسرة، في يعني آل شوكاي نفسهم شيوخهم يعني أهلي أصلا في ما شاء الله يعني في إريتريا، يعني فيبدو هو كان متشوق إنه هذا التراث يكون مستمر يعني. فسبحان الله يعني هذا كان اختياره، ودخلني خلاف لأشقائي وشقائي الآخرين اللي مشوا للمدارس النظامية اللي كانت موجودة في تلك الفترة، والتي كانت تدرس باللغتين الأمهرية والإنجليزية. أنا ذهبت إلى معهد الدين الإسلامي التابع لجامع كرن، المسجد الكبير يعني. وهناك تتلمذت على أساتذة أجلاء درسوني علوم الدين من فقه وسيرة وتوحيد ومحفوظات وجغرافية إريتريا. والحاجة الغريبة كنا ندرس جغرافية إريتريا احنا في المعهد يعني. سبحان الله. تذكر لنا من الأساتذة أستاذ الزين؟ نعم، الأستاذ محمد مرانة، فك الله أسره، مولانا. نعم، القاضي محمد مرانة. الأستاذ إدريس آدم كان أستاذي في النحو وفي اللغة العربية. أستاذ رمضان بادماي كان أستاذنا في الأناشيد وفي الخط وفي اللغة العربية، يساعد كان أستاذ إدريس آدم لأنه كان يدرسنا النحو وكذا. الحاج حامد محمد داير كان مدير المعهد لما أنا كنت في تلك الحقبة. نعم. تلميذ. القاضي موسى عمران الله يرحمه كان المشرف العام والمدير العام للمعهد. والأستاذ ياسين قد عباي عنده اسمهم، الله يرحمه يعني توفى رحمة الله عليه. نعم، واحنا لسه تلاميذ في المعهد يعني، الله يرحمه مرض وتوفى. أيضا هذا الرجل كان يدرسنا مادة التوحيد، وكان رجل ما شاء الله عليه يعني. كلهم الأساتذة أجلاء. نعم، رحمة الله على الراحلين، الرحمة والبركة. نعم. فتتلمذت عليهم ودرست 3 سنوات في المعهد الدين الإسلامي في كرن يعني. وبعدها سبحان الله كان بتدخل من أخي الكبير آدم اللي هو يعني بيننا الدكتور إدريس. تدخل آدم وقال للوالد يعني الذين يدرسون في المعهد والد الكريم هم معظمهم يعني كان في طريقهم إلى أنه يعني يشتغلوا في التجارة وفي الأعمال الهامشية بعد ما يتخرج يعني، ما في وظائف لهم يعني. وهذا الشاب أنا أخاف على مستقبله وكذا، فصار يحاجج الوالد أخي الكبير. والوالد كان جدا يعني متمسك أن أنا أستمر في هذا الاتجاه. ولكن في النهاية أيضا ساعد ابن عمي، كان يجينا من أسمرة، وكان وقتها يدرس في سانت فاميليا في الجامعة عين. فابن عمي أيضا
دعم اخوي يعني في هذا الاتجاه، وكان الوالد كثير يستمع له يعني. فسبحان الله غلبهم، وفي النهايه اقنعوا الوالد في ان انا ادرس المدرسه النظاميه يعني. ووقتها انا لما كنت ادرس المعهد كنت ايضا ادرس في فيث ميشن، اسمها مدرسه بتاعت رساليه بروتستانتيه تابعه للسويد، كانت في السابق يعني. هذه المدرسه ايضا كنت ادرس فيها الايفنينج كلاسز يعني. يعني أنت كنت سويدي من زمان يعني. سبحان الله يعني، حاجه غريبه. ودرست اللغة السويدية في ذلك في المدرسة المسائية، أخذت لا بدايات؟ لا كنت ندرس المنهج الاثيوبي العادي يعني. جميل، ما كان في هنا. باعتبارهم كانوا يعني مدرسه تابعه للكنيسه، كان شويه منهاجها اقوى ومدرسينها امتن يعني، ومؤهلاتهم افضل، وكانت تركز على اللغه الانجليزيه. فانا في وقت مبكر جدا ايضا اجدت اللغه الانجليزيه او تعلمتها بشكل جيد يعني، وكنت احرز دائما في قواعدها يعني علامات عاليه. ولسه يعني فباراليل كنت ادرس المعهد والايفنينج كلاسز او الدروس المسائيه في فيث ميشن. وبعدها التحقت بمدرسه في كرن تعرف باندافراتيلو، او مدرسه القديس يوسف، قدوس يوسف يعني في العلاي. من الصف الخامس التحقت بها بعد ما اكملت الرابع في فيث ميشن في الفتره المسائيه، والمعهد سنه ثالثه بس كنت يعني اكملت فيه يعني. في الصف الخامس والسادس، ولما وصلت السابع جاء اللجوء يعني. فدرست في كرن، في قدس يوسف، في كرن العلاي اندافراتيلو 3 سنوات ايضا، او 2.5 يعني تقريبا، وبعدها جاء اللجوء يعني. طيب دخلت السودان. نعم. احكي لنا بإيجاز السودان وما بعده. السودان حقيقة أنا كنت متشوق، لأنه كانت لغتي العربية جيدة لما جيت السودان. نعم. وكثيرين من الأخوان الكبار، ولغة المعهدين معروفة طبعا. أيوة، لما جينا السودان يعني مثلا أذكر يعني أخوي شوكي يقول لهم شوف اللغة العربية بتاع الزين يعني، في من كرن يعني جاب اللغة العربية دي وكذا، ومندهشين يعني كثير من الماضيين وأخوان في يعني في حفظ المحفوظات، قصائد مثلا أندلسية لأبو البقاء الرندي، لقصائد الإمام الشافعي. نعم. حاجات محفوظات كانت قوية، مشحونة بقيم لغوية وقيم أخلاقية. حقيقة. نعم. حقيقة. نعم. فهذا كان يعني، والنحو العربي يعني صحيح. كنا ما شاء الله يعني أحيانا يعني نتفوق على زملائنا اللي درسوا في السودان في المراحل الإعدادية والثانوية، وإحنا لسه درسنا الابتدائي في كرن يعني. نعم. في القرآن الكريم يعني أحيانا يعني أمثلة قوية جدا يعني من القرآن تعربها أنت يعني، وغيرك يتلكأ فيها يعني. فدي حاجات كانت يعني في وقت مبكر يعني أيضا ساعدتني لاحقا لما مشيت سوريا يعني. ففي السودان ما درست كثير يعني. نعم. رفضوا قبولي في المدارس كانت في مدينة كسلة، لعدة أسابيع درست في مدرسة الجيرة خارج كسلة، لكن لم أتحمل البيئة أسباب ربما كنت أنا بالمدينة والبيئة شوية كانت ريفية فاتجهت إلى سوريا بالمنح، منح الجبهة. انتقلت بعدها إلى سوريا مش بمنح الجبهة. في درست، رجعت كسلة مرة ثانية، وأخونا الأكبر مننا طبعا ساعدنا في إنه نطلع من السودان، واحد منهم كان آدم أخوي كان يشتغل في السعودية، فأرسل لنا تذاكر وطلعنا جوازات صومالية الأسباسية اسمها في تلك الفترة. أيوة. بوساطة ناس، ذهبنا إلى العراق في البداية يعني. أنا وشقيق بيس يعني. ولكن في العراق لم تتح لنا الفرصة للدراسة هناك. فالله يذكره بالخير المناضل أحمد ناصر كان رئيس الجبهة في تلك الحقبة، وجاء زيارة إلى بغداد، ووجد مجموعة من الطلبة معطلين ما طلعت لهم منح دراسية. نعم، رحمة الله عليه. نعم. المرحوم محمود محمد أحمد، أنا وإدريس أخوي عبد المجيد قلايدوس، أحمد شفراي، أحمد عبد العليم، أحمد الدين، اسمهم شباب من أسمرة كانوا جو. هؤلاء الشباب ما كان عندنا، ما أتيحت لنا الفرصة في الدراسة في العراق. ما عايز أسيس الموضوع. نعم، لأسباب. نعم. أيوة، كان في صراعات فكرية يعني بين نعم. بعث وماركسية. المهم حسبنا على تيار، ورفضت
رفض قبولنا في بغداد يعني. ونحن لم نكن، انا في تلك الحفله لم اكن اعرف اي شيء عن هذه الافكار يعني، وكنت والحمد لله اصلي صلواتي الخمسه نعم نعم، سبحان الله. في السن يعني، لكن صنفت يعني لانه والمجموعة دي ذات اللي ما مشيتوا انتوا يعني، سبحان الله، انتوا كنتوا مميزين كمان يعني، حتى ما مما جزء اعرفهم وجزء لم التقي بهم لكن اتابعهم، اليس كذلك استاذ زين؟ حقيقه بعدها طبعا انتقلنا الى سوريا استاذ احمد. مه. المناضل احمد لما عرف، هو المناضل عبد الله سليمان كان مسؤول علاقات خارجيه في تلك الفتره، جو بغداد وعرفوا انه في طلبه رفضوا في القبول لاسباب يعرفوها هم كقيادات وكمكتب، لم يوضحوها لنا في تلك الفتره. فالمناضل احمد ذهب الى دمشق بعد كان زار بغداد، وفي نفس الليله او اليوم الثاني مباشره يعني التقى بالقياده السوريه وطلب منهم منح للطلاب المعطلين هناك. نعم، أعطينا هذه والله يشكر المناضل القائد الزعيم أحمد ناصر رحمة الله عليه وكل الرفاق على هذه اللفتة الكريمة يعني. هو الناس لو كنت، وفي ناس كتار تعطلوا في المسير طبعا سواء كان من هنا أو هناك يعني، فربنا يديه جزاء حسناته يعني. آمين يا رب العالمين، الله يرحمه ويحسن إليه. فجينا سوريا، وفي سوريا درست من الصف الثامن الإعدادي الثانوية والجامعة. تخرجت من قسم اللغة الإنجليزية بجامعة دمشق 86. بعدها رجعت إلى السودان كخريج، وفي تلك الفترة كانت الجبهة الشعبية مسيطرة في الميدان، وأنا انتمائي، تجربتي، خلفيتي جبهة تحرير إريتريا. وبالفعل أنا فكرت في فترة من الفترات وأنا في دمشق حتى، وكانوا كثيرين من طلبة الجبهة الشعبية مثلا زي أخونا محي الدين شنقب كانت تربط بعلاقة طيبة، وهو كان درس معنا، له التحية من هنا طبعا حبيبنا محي الدين. نعم. وعلى كل حال كان في غزل إنه ممكن الواحد ممكن يخش الميدان يعني. في النهاية قضية إريترية وطنية إريترية يعني، تناضل في الجبهة الشعبية، تناضل في جبهة التحرير وكذا. لكن يبدو انه الحاجز النفسي كان قوي جدا، والممارسات ايضا ما كانت تعجبني في كثير من الاشياء. فاخترت الاغتراب مره ثانيه ودخلت ايطاليا، ومن ايطاليا دخلت السويد يعني. سنة كم استاذ زين؟ هذا الكلام بدايه، انا خرجت من السودان نهايه 87، ودخلت في يناير 88 السويد يعني. طيب لي في السويد تقريبا قرابة 30 عام وأكثر من 30 عام. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نعم أعزائي المستمعين، لازلتم مع إذاعة إرينا الدولية من باريس، والمتحدث هو الأستاذ زين العابدين شوكاي، ناشط وأكاديمي من السويد. أستاذ زين، طبعا أنت متابع للمشهد الإريتري سواء كان من مرحلة الطفولة والشباب وما بعد الاكتهال والتحصيل الأكاديمي، ولذلك طبعا منذ دخولك إلى السويد وقبله لازلت متابع الواقع الإريتري. خلينا هسي ندخل على الورقة الهامة التي قدمتها في 4 محاور، وهي تحت عنوان تحفيز الشباب على العمل الوطني الإريتري. ومن هنا تأتي أهمية أن تتوجه إلى الشباب بمثل هذه الدراسة القيمة، وفي نفس الوقت دائما هو الرهان على الشباب. أولا كده أدينا بانوراما شاملة، كيف تتابع المشهد السياسي الإريتري قبل ما نخش في المحور الأول؟ أنا طبعا بحكم الانتماء كما أوضحت لك أستاذ أحمد ابن هذه القضية يعني. لما كنا في الحركة الطلابية الإريترية في فرع الاتحاد العام لطلبة فرع دمشق، ويعني دخلت في العمل السياسي الإريتري، ويعني كانت القضية حياتنا اليومية تقريبا في الاتحاد، وكنا ملتحمين وجزء لا يتجزأ من جسم الثورة الإريترية، وتربينا تربية سياسية في هذا الاتحاد اللي هو مؤسسة نقابية لكنه كان موالي لخط الجبهة، خط جبهة التحرير الإريترية. نعم. فهذه النجمة أثرت فيها. وأيضا سوريا في تلك الحقبة، أنا دخلت سوريا في نهاية السبعينات ودرست فيها لحد 86. تخيل يعني في تلك الفترة يعني كان الحراك السياسي في المنطقة العربية
النظام طبيعة النظام السياسي اللي كان موجود في سوريا، نظام البعث القومي العربي العروبي، التيار اليساري، عنفوانه، يعني وجودي في داخل الاتحاد بين أخوة وزملاء، أسبق تجربة وأكبر عمرا. أنا دخلت سبحان الله يعني عضو إداري في الفرع وعمري لسه 16 سنة، ولما كنت أدرس الصف الثامن يعني نعم اختاروني ضمن قيادة الفرع يعني في الهيئة الإدارية. فده كله يعني خلاني يعني جزء من هذه القضية وملتحم بهموم شعبي وقضاياه في وقت مبكر جدا من عمري يعني. نعم. هذا يعود إلى أنه كان في انتماء، كان في عنفوان شباب، كان في ناس يعني تأخذ بيدنا تساعدنا، كنا ندرس، كنا نتعلم، كنا نطلع، كنا نقرأ عن الثورات الأخرى. يعني أنا أذكر يعني كنا نعرف عن ثورة فيتنام، كنا نعرف عن ثورة غيني بيساو، كنا نتحدث عن أنغولا، عن موزمبيق في تلك الفترة. النضالات اللي كانت تجري في جنوب القارة الإفريقية، كنا يعني ملتحمين بقضايا الشعب الفلسطيني، الهموم العربية القومية العامة كانت جزء من حياتنا اليومية. صح. القضية السورية بكل تشعباتها وبكل صراعاتها كنا جزء منها. فهذه كلها يعني أنا أعتقد يعني ولدت عندي أنا وعند الكثيرين من أبناء جيلي وعي مبكر بهموم ومشاكل وقضايا شعبنا. والحمد لله يعني الواحد يعني كل ما يرجع بذاكرته لتلك الحقبة يعود يعني يتذكر مواقف وأحداث بنوع من الحنين. أيضا ذهبنا في تلك الفترة إلى الخدمة الوطنية. أنا ذهبت إلى منطقة يعني تعتبر في تلك الفترة يعني طالب لسه ما أكمل المرحلة الثانوية، تذهب أن تؤدي خدمة وطنية في دنكاليا، والتحمت بالمناضلين لمدة أشهر، وبعدها انفجر الصراع بين الجبهة وبين الشعبية. بدأت المواجهات في دنكاليا وانسحبنا من دنكاليا، والجبهة بدأت تنسحب من دنكاليا، وبعدها حنخش يعني الكلام ده سنة 80 هو يعني. نعم. بعد الجبهة الحدود وحيحصل ما يحصل. أنا الحالة دي تابعتها يعني، أنا كنت موجود في قلب الأحداث دي، في معمعة الأحداث. فتخيل الواحد دي كلها يعني هي يعني تراكمات يعني رسخت قيم، مبادئ، أهداف يعني في ذهن الواحد وفي نفسه. هل كتبت عن تلك لأنه ديك مرحلة مفصلية أعتقد في حركة الثورة الإريترية، هل كتبت عنها أستاذ الكتابة الأكاديمية مثلا؟ أنا طبعا في مقالاتي يعني الذين أنا الآن أصبحت يعني إلى حد ما مقل في كتابة المقالات، لكن الذي يقرأ مقالات قديمة مثلا يجد هذا التأثير بشكل واضح يعني. صح. يعني في كل مقال أناقش فيه الهوية، أناقش فيه القضية بمختلف أبعادها. كنت دائما أشير إلى هذه الحقب التاريخية اللي أنا عشتها يعني من طفولتي إلى أن جئت إلى المهجر يعني في الشمال الأوروبي يعني في الدول الاسكندنافية. فهذه القضايا يعني لم أتفرغ أن أكتبها في كتاب، لكن يعني ما كنت مقل في السنوات الأولى فيما يتعلق بالمقالات، يعني كتبت فيها يعني مقالات عديدة. لكن نعم والله نحن حقيقة عرفناك حتى ونحن في الداخل في فترة ما بعد التسعينات، يعني كنا نقرأ مقالاتك الجيدة القيمة والقويمة يعني. أستاذ زين، طيب طبعا الشباب، خلينا الآن هسي مثلا معنا دقيقة أو دقيقتين عشان نفتح نافذة على الندوة. بالله كيف ترى الشباب وأقدارهم بفترة شبابكم في ذلك الوقت، شباب اليوم يعني، مع كل طبعا المعطيات مختلفة وإن كانت القضية هي وحدي، لكن كيف ترى واقع الشباب؟ نعم، أنا في الحقيقة لما تحدثت في هذه الندوة عن هذا المحور الشباب الذي بين الانتماء واللامبالاة، قصدت كمقدمة لأنه كنت أقارن نفسي بالآخرين، يعني كنت أقارن مرحلتي بالمرحلة الحالية، كنت أقارن بما مررنا به نحن في فترة في تلك الفترات التي تحدثت عنها. نعم. فهذا من انطلاقا من هذا المبدأ أنا بدأت أتحدث عن الانتماء يعني كحالة. الانتماء يعني أنا أعتقد
هو يعني ما هو الانتماء مثلا؟ يعني الشباب الانتماء ولا إذا قارنا الانتماء، يعني أنا في نظري هو يعني إنه يكون الفرد يحمل هموم وقضايا وقيم ومبادئ تشغل باله هو كفرد، وتعطيه الإحساس بالانتماء ويدافع عنها. يعني إذا ما وجد الإنسان هذا الجو أو هذا النوع من الانتماء، فبيكون يعني ما يكون عنده الإحساس بالرضا عن نفسه. لكن إذا كان عنده قيم ومبادئ وأهداف يدافع عنها وكذا، هذا الجانب مهم جدا في قضية الشباب أنا أشوف يعني. وهذا يديهم أو يعطي للشاب شعور بالانتماء والرضا والامتلاء الداخلي يعني، ويعطي لحياته معنى وبعد. الآن كثير من الشباب اللي أراهم وهم ليسوا يعني لا يتحملون المسؤولية، بل هم ضحايا لهذه الحالة. تحس إنه الانتماء لدى هؤلاء الشباب ضعف، وبدأت الناس فعلا يعني هذا الضعف في الانتماء أضعف يعني معنى الوجود بالنسبة لهؤلاء الشباب. وكثيرين منهم يعني تحس إنه في فراغ في حياتهم، يعني ما في الامتلاك. طيب سيد الكريم، عفوا عزيزي المستمع وأستاذنا الفاضل الأستاذ زين العابدين شوكاي، ناشط وأكاديمي، أنا أعتذر لمقاطعتك لأنه زمن البرنامج تعديناه شوية، لكن مؤكد بإذن الله في الحلقة الثالثة والأخيرة سنتحدث عن المحاور التي أشرت إليها، لأنك أنت زين الحديث دائما يتفرع مع أصحاب الهمم الكبيرة. شكرا لك على تفضلك واقتطاعك من زمنك أستاذنا العزيز زين العابدين شوكاي لحديثك لإذاعة إيرنا الدولية لتعميم الفائدة. نحن التقيناك وسعدنا بهذا اللقاء، على أمل اللقاء بك عزيزي الفاضل وعزيزي المستمع أستاذنا زين العابدين في الأسبوع القادم. حتى ذلكم الحين أحمد شريف يحييكم من أستراليا مع زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون في باريس، وهذه تحاياكم تصل إلى المستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إيرنا. المستمعات والمستمعون الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. أقدم لكم فيما يلي موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. مقتل مهاجرين إريتريين 2 في طرابلس. أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأن شابين إريتريين 2 قتلا في إطلاق نار في مدينة طرابلس في ليبيا في 9 من الشهر الجاري، ولم يعطي بيان المفوضية تفاصيل أكثر حول الحادثة أو مرتكبيه. وكان مهاجرين قد قالوا بأن الشابين تم إطلاق النار عليهما بواسطة إحدى المجموعات المسلحة، بينما قالت مجموعة أخرى بأنهم لقيا مصرعهما أثناء تبادل لإطلاق النار بين مسلحين. إثيوبيا تطلب من جنوب أفريقيا التدخل في أزمة سد النهضة. ذكر موقع فوكس نيوز الإخباري بأن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد طلب من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا التدخل في حل الخلاف بين بلاده ومصر حول سد النهضة. وجاء الطلب الإثيوبي على خلفية زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لجنوب أفريقيا، ولأن جنوب أفريقيا ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في الدورة المقبلة خلفا لمصر. مقتل 3 معلمين بهجوم لحركة الشباب المجاهدين في شرق كينيا. أفادت وكالات الأنباء نقلا عن الشرطة الكينية بأن مسلحين من حركة الشباب المجاهدين الصومالية قتلوا 3 معلمين في هجوم مسلح شرقي كينيا يوم الاثنين الماضي. وقالت الشرطة أن المسلحين هاجموا مركز كاموث في مقاطعة غاريسا، وضربوا النار في مركز للشرطة، وحاولوا تدمير برج للاتصالات وفقا لتقرير الشرطة الذي اطلعت عليه وكالة الأسوشيتد بريس. بهذا الخبر من كينيا نكون وإياكم مستمعي ومستمعات. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم مستمعي ومستمعات الأفاضل قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. ولا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا
على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا، لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرنا.